مؤشر الإيجار الذكي وكل حاجة محتاج تعرفها عنه. دائرة الأراضي لما أطلقت مؤشر الإيجار الذكي في يناير 25 أصبح هو الأداة الرسمية اللي بتحدد قد إيه المالك يقدر يزود في قيمة الإيجار عن التجديد. حتى مركز فض المنازعات الإيجارية بيرجع للمؤشر ده وبيبقى ملزم. المؤشر بيدي كل مبنى تصنيف من 1 ل5 نجوم. التصنيف ده مبني على أكتر من 60 معيار: عمر المبنى، حالته، التشطيبات، الخدمات، الصيانة، الموقع. كل مبنى بيبقى ليه مرجع سعري خاص بيه، مش بيعتمد على متوسط الإيجار في المنطقة زي قبل كده ما كانش في فرق كبير بين اللي اشترى في بناية قديمة بسعر رخيص وواحد اشترى في بناية جديدة وخدماتها أحسن بسعر غالي. الاتنين كانوا بيأجروا بفرق ضئيل جدا. معادلة زيادة الإيجار بتشتغل كالآتي: لو إيجارك في حدود 10% تحت سعر السوق مفيش زيادة، لو 11 ل 20% زيادة 5% كحد أقصى، 21 ل 30% زيادة 10%، ولو 31 ل 40% تحت سعر السوق تقدر تزود لحد 15%. لو الزيادة أكتر من 40% فبحد أقصى تقدر تزود قيمة الإيجار 20%. الكاب ده شغال في حالة التجديد مش في حالة الدخول في عقد جديد، وده معناه ان المؤشر ده هيخدمك لو انت اشتريت عقار مؤجر بالفعل وقيمة العقد تحت قيمة السوق بكتير. المؤشر هيعوض لك الفرق ده خلال سنة أو سنتين، بس أول ما الفجوة دي تتقفل انت بتبقى محكوم بزيادة سنوية معينة بغض النظر السوق طلع قد ايه. السوق بقى يتقاس بمعيار منضبط. المستثمر بقى يقدر يبني نموذج فعلي لدخله الإيجاري على نمو منضبط مش مجرد تخمين، وبيحول جودة المبنى لحاجة ليها مقياس، وده بيخلق حافز للحفاظ على جودته والاهتمام بالصيانة.